السلام عليكم. أنا في منطقة مصر القديمة قدام محطة ماري جرجس. قدامي كده دلوقتي كنيسة ماري جرجس. لو جيت سبت ماري جرجس ومشيت من الناحية دي بلاقي كنيسة مكتوبة أهو كنيسة السيدة العذراء مريم. هنروح على كده على اتجاه على كنيسة السيدة العذراء مريم، وهنشوف في هناك هنلاقي حاجات حقيقي ناس كتير في مصر ما يعرفوهاش، فما بالك أكيد في بلاد تانية ما يعرفوهاش. شوف الأشكال هنا معظمها يوناني، هنلاقي الأسامي الموجودة أسامي يونانية إلى حد كبير أو أسامي مش مصرية. هقول لكم أنا أقصد إيه. إحنا دلوقتي داخلين على منطقة المدافن، وهتشوف المدافن دي بتاعت مين بالظبط. تلاقي في أسامي مصريين، ناس مصريين بس أساميهم مش مصرية. أعتقد الكلام مكتوب ده باليوناني لو أنا ما كنتش غلطان. أو ما كنتش غلطان. شوفوا الطرز أو الطرز بتاعت أو الأنظمة، مش إيه طرز دي، الأنظمة بتاعت الكنائس نفسها والمدافن، مش الكنائس، المدافن نفسها هنا مختلفة عن المدافن العادية أو اللي احنا واخدين عليها. هنشوف فين المدافن. ممنوع الجلوس في المدافن، اسمها مدافن. الشكل اللي هي عامل زي اللي بتشوفوه في الافلام، بالذات الحاجات اللي هي بتاعت المكسيك والكلام ده. نظام المدافن مش المدافن اللي في الارض، لا دي بيوت زي البيوت. في ناس هتتحسر على اللي هي ساكنه فيه لما تشوفوا المنظر ده شيك ازاي. يعني في مدافن في الارض وفي مدافن زي ادي الاسامي بتاعت الناس. طبعا دي مكتوب باليوناني اساميهم واتدفنوا توفوا امتى. ده توفى سنة 85، مواليد 15 أو 70 سنة. المنظر حقيقي ظريف يعني يرد الروح. ده توفى سنة 69. في هناك أسامي غادة جمال وجدي سنة 2014، ليلى توفيق أنطون، توفيق موسى، دكتور طارق جمال وجدي، دكتورة غادة جمال وجدي مكتوبة مرتين، وده في العائلة هي مكتوبة كذا مرة. قسطنطين. طبعا هنا كل الموجودين الاسامي الموجودة اسامي مسيحية طبعا، مسيحية، بس بقول الشكل غير المعتاد قوي في مصر حتى على المدافن المسيحيين اعتقد كده. ريمون منير اورفيلي، ماري ستيفان، ده مثلا 1905. هتلاقي الابيات دي كلها قديمة قوي قوي، يعني من قبل ما الاجانب يسيبوا مصر في 52 بالذات. عائلة روبر حسني، فاميليا روبرت كريستي. الاسامي هتلاقي ايطاليه يونانيه. ده ناس ده مات سنه 36، ده سنه 26، دي سنه 35. في بيحطوا صورهم. الحكايه دي مش مألوفه قوي في مصر اعتقد، في عند المسيحيين حاليين في مصر الارثوذكس. نانتيا مش عارف ايه، دي مواليد 47 مات 21، مات قريب، فاعتقد انها يعني. توفيق اسيم توفى سنة 1913، يعني التاني ده مرحوم اسكندر قيم ولا قسيم، مش عارف قيم ولا قسيم، سنة 20. نشوف الناس دي توفوا من زمان. نشوف المدافن دي معمولة من امتى، من السنوات اللي المفروض فيها الناس توفوا فيها. نشوف الناحية دي على الطعمة، هي مش طعمة هي تومة، بس مكتوبة طعمة مش طعمة، ممكن طعمة. عائلة عزيز منسي. طبعا مش الناس كتير أول ما شافوش شكل الكنايس دي. اعتقد كنيسة السيدة مريم والعذراء مريم في الاخر هناك. بس خلينا نصور التصوير ده للمدافن الاول، عشان انا عارف ان حتى الناس اللي قريبين من هنا ما شافوش المدافن دي. اللي ساكنين هنا، اللي ساكنين في القاهرة، معظم الناس اللي ما جوش زاروا منطقة مصر القديمة ما شافوش المدافن دي. برضه حد هنا لازم الناس تزعق جنب الفيديو والواحد بيصور كده من الناحية دي عشان يبعد شوية عن الدوشة دي. شايفين عاملين البيوت ازاي؟ يعني مش بيت، يعني هو مبنى صغير يعني زي بيت صغير، أوضة
فهل بيدفنوهم جوه؟ انا مش عارف حقيقي. داوود خليل حبيب توفى سنه 72، ده مش من بعيد قوي يعني. مارجريت ادوارد سابا سنه 16، الله يرحمها. دي السيده سهير فتحي حكيم واولادها. مرحوم حبيب عوض فرية، مرحوم مريم أرملة حبيب فريد ولا فرية من سنة 35 ومات سنة 16. تقدر تشوف الصور كلهم متحف المرحوم حبيب عوض إربة وعائلته. يبقى أرملة حبيب إربة دي مش فريد. ماشي، صورهم كلهم اهي موجودة تقريبا، واللي صورهم مش موجودة حاطين مكانه، أو أماكن الصلبان دي بيتحط مكانها الصور. لطيف مكتوب اسمه هناك أهو. وهبة شوشة. طبعا واضح ان اسامي معظمها، او دي طبعا الجاليه اليونانيه، لان هي قدامي. اعتقد دي الكنيسه اليونانيه، دي الكنيسه الطائفه اليونانيه في علم اليونان هناك. على خوري حداد. فاميليا ماركو. في واحده تحت صورتها تحت الصليب اهي. في الاخ ده معرفش 62 دي السنه اللي توفى فيها، ولا ايتون 88 دي السنه اللي توفى فيها، ده صورته. مات في عائله المرحوم نايف لوقا سنه 13. آية من الإنجيل عائلة ميشيل زكي جورجيوس، ده مات سنة 15. معرفش في سلسلة هناك هل ممنوع الدخول بعد كده، أنا مش متأكد. بس أدي هو أعلام اليونان، وده طبعا الطائفة اليونانية. جورج نازال فاميلي عيلته، هو توفى سنة 2018. هل الناس دي كانت عايشة في مصر لسه الفترة دي؟ حقيقي معرفش. أديب باسطة سعد حتحوت. باسطة سعد حتحوت كازيمية مات سنة 79. والست دي إزيس الأوموسفانيوس ماتت سنة 2018، الله يرحمها، مش من فترة طويلة قوي. وطبعا المندافع لسه ممتدة لجوه. الكبير، المدفن الكبير ده لو في الصليب الأبيض ده عائلة نعيم مسعود موسى. في مدفن تاني أكبر هناك الدوم الذهبي ده. نقدر نشوف برضه هنا بويمية دي سنة 2009 محطوط صورتها. حلوة حتة الصورة دي يعني هنا. وهنا برضه في صور أهي سنة 72. في ناس، في حد توفى سنة 29 سنة 38. الست دي اللي محطوطة في الكتاب ماتت سنة 65. هل كانوا عايشين في مصر الفترة دي؟ أنا حقيقي مش عارف. خلينا نشوف الكنيسة هنا بعد ما شفنا المدافن. معرفش مسموح فيها التصوير ولا لأ. في هنا عائلات تانية هي كمان، عائلة صابر أمين وعائلة ويليام نجيب. ميلاد صابر أمين ودول اتوفوا في 2015 و2020. وده في عائلة سعيد جميل. أنا شايف الناس داخلة عادي، هناك في ناس واقفة هناك، بس أنا مش هكمل بقية المدافن كلها. هي كده مدية فكرة يعني. في السلاسل دي معرفش معمولة ليه، بس أنا ماليش مزاج حد يقعد يقول لي بتعدي ليه. فندخل نشوف الكنيسة هنا وهل مسموح فيها بالتصوير ولا لأ.
تحبوا اصوركم؟ اصوركم؟ ماشي. كده طالعين في الفيديو بتاعي على فكره، خدوا بالكم يعني كده. ماشي. الاساتذه المحترمين دول هصورهم، يبقى هم طالعين في الفيديو وطالعين في الكاميرا. استنى بس لما الناس تعدي اصورك تاني عشان اصورك صورة احسن مع صورة المسيح. لا ما جاتش حلوة دي. ما تتفرجش، ارجع ما تتحركش، ارجع. شوفوها كده. شوفوا انت. عفوا ماشي. شوفوا بس طلعت الاول الصورة كويسة ولا بعرف اصور ولا لا؟ اعيد؟ حلوين جدا. ماشي، مبروك عليكم. كده صورنا الاخوة دول وكده. صورت بايد واحدة، صعب التصوير بايد واحدة، لكن المحترفين ازاي بيعرفوا يصوروا. فكده يبقى شفنا الكنيسة اللي عند المدافن اليونانية أو عند الطائف. أرجو يكون فيديو الكنايس ده يعجب ناس اللي ما شافوهاش قبل كده واللي نفسهم يجوا يشوفوها، سواء كمزار ديني كمزار سياحي. أرجو الصور تعجبكم كلكم والفيديوهات يعني تعجب كلكم. السلام عليكم.